نداء طنجة من أجل طرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الإفريقي يعقد لتتبع مساره اجتماع بمراكش حضره اليوم الوزراء الأفارقة الذين يقفون وراء النداء. ضيوف مراكش جددوا التزامهم الكامل من أجل استبعاد الكيان الوهمي وتصحيح هذا الخطأ التاريخي. روبورتاج إزا الشرقي رفيق أجوماد والتحرير لجيهان دوبلالي. هو الاجتماع الأول للوزراء الأفارقة الموقعين على النداء الرسمي لطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الإفريقي المعروف بنداء طنجة. الوزراء الأفارقة أكدوا خلال هذا الاجتماع على التزامهم الكامل بالعمل معا وبالتنسيق سويا لاستبعاد هذا الكيان غير الحكومي من الاتحاد الإفريقي. منذ شهور ونحن نشتغل في إطار التزامنا بتوصيات الكتاب الأبيض، وقد تم تحيينه والمصادقة عليه. هي فرصة جيدة لأننا تمكنا من جمع وزراء سابقين وشخصية أخرى ملمة بالقضية وتدرك جيدا الوضع الحالي وقادرة على التغيير. رؤساء الوزراء والوزراء الأفارقة يعتبرون أن استبعاد الكيان غير الحكومي من الاتحاد الإفريقي قانونيا من جميع النواحي، وهو يمثل شرطا مسبقا أساسيا من أجل عودة حيادية ومصداقية منظمة الاتحاد الإفريقي بخصوص قضية الصحراء المغربية. هذه القضية حاولت أن تقرب مختلف وجهات نظر الوفود المشاركة التي أكدت على وضع حد للكيان الوهمي. لقاء مراكش سبقته 5 ندوات إقليمية بكل من نواكشوط، داكار، أكرا، دار السلام وكينشاسا، خرج بها هؤلاء بتوصيات حول تحديات الاتحاد الإفريقي على ضوء قضية الصحراء المغربية. واليوم يوقعون على هذا الكتاب الأبيض المعنون